السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير. هاد النهار غادي نحضر واحد الحلوه اللي كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. غنحضرها بالعصير ديال البرتقال، وغنرافق معاها واحد الكريمه اللي كنصايبها كذلك بالعصير ديال البرتقال. كنتمنى هاد الحلوه تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير. في المقادير كنحتاجو عندي هنايا الدقيق، عندي كاس ديال العصير ديال البرتقال، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر السنيده، الملحه، القشور ديال البرتقال، جوج بيضات. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو للحلوه. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. خديت واحد السلافه غادي نضيف فيها البيض، السكر، شويه ديال الملحه، القشور ديال البرتقال، غنخلط الكل مع بعضهم. نخلط مزيان حتى يذوب لي السكر مع البيض. دابا غادي نزيد الحليب، العصير ديال البرتقال، الزيت. نسيت ما ذكرت لكمش في المقادير الخميره ديال الحلوى اللي ضروريه. نخلطهم مزيان. دابا غنبدا نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل. نضيف عندي هنايا 15 معلقه ديال الطحين، غادي نزيد حتى الخميره ديال الحلوى ديال 8 غرام، نخلط. معلقه عندي عامرين بحال هكا. المهم غادي نشوف الكميه اللي غادي نحتاج ديال الدقيق. كيجي لنا هذا الخليط ديال هاد الحلوى ثقيل شي شويه على الكيكه وصافي، ما كنديروش، ما كنبقاوش نضيفوا الطحين بحال شكل الحلوى العاديه، لا، هذا كيجي لنا شي شويه خفيف. غادي نزيد شي شويه ديال الدقيق. عندي هنايا بقاو لي 2 معالق ديال الدقيق، يعني ضفت 14 معلقه ديال الدقيق، والمعلقه عامرين بزاف. بحال هكا. دابا غادي نجيب الصينيه ديال الفرن ونضع فيها الخليط ديالي. خديت الصينيه ديال الفرن وضعت فيها ورق الزبده. دابا غادي نضيف العجينه ديال الحلوى،
نوزعو مزيان فوق الصينيه ديال الفرن. دابا غادي ندخل الحلوى ديالي طيب في الفران على درجه حراره 250 لمده ديال 15 دقيقه. من بعد ما طابت لي الحلوى ديالي وخليتها حتى تبرد، عاد حيدت لها ديك الجوانب وقسمتها على نصفين. في المقادير ديال الكريمه كنحتاجو عندي هنايا 2 كيسان ديال العصير ديال البرتقال، 3 ديال المعالق ديال السكر، عندي كاس ديال الحليب، القشور ديال البرتقال، و3 ديال المعالق ديال النشا. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. غناخذ واحد الطنجره غنوضع فيها الحليب والعصير ديال البرتقال النشا القشور ديال البرتقال، السكر، غنخلط الكل مع بعضو حتى يذوب لي النشا والسكر مع العصير ديال البرتقال والحليب. وغنوضعهم فوق النار على عافيه مهيله، وغنستمر بالتحريك حتى يختار لي هذا الخليط. من بعد ما طبت لي الكريمه ديالي مازال سخونه كما كتشوفوا، غادي نضيف واحد الكميه وغنخلي واحد شويه اللي نزوق به. نوزعو هكا فوق الحلوى ديالي. من بعد ما قضيت الكريمه دابا غادي نوضع النصف الثاني ديال الحلوى، وضروري الكريمه تكون مازال دافيه باش تلصق لنا في الحلوى. غنضغط عليها هكا شويه باش تلصق لي الحلوى مع الكريمه. قطعت الحلوى ديالي على مستطيلات كما كتشوفوا، عندي هنايا 10 ديال الحبات. دابا غادي نزوقها شويه ديال الكريمه ونزينو بهاد الكريمه وهي سخونه. الاحسن انها تكون سخونه باش كتعاوننا على التزيين وباش كتلصق لنا فوق الحلوه ديالنا. اما الا خليناها حتى تبرد غادي تثقل لنا وما تلصقش كاع في الحلوه. وهذه هي الحلوه ديالي اللي كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هكا زوقتها شويه بالكيوي وشويه زوقته بالكوك كما كتشوفوا، كتجي زوينه، المنظر ديالها واعر. يمكن لكم الا ما بغيتوش ديروا مثلا هذه الكريمه يمكن لكم تاكلوا غير هذه الحلوه هكا، راه كتجي زوينه والصراحه بالكريمه كتجي افضل. ويمكن لكم مثلا لما ما بغيتوش ديروها بالبرتقال يمكن لكم ديروها عيد سكر فاني مثلا وتضاعفوا الكميه ديال الحليب، والكريمه ديروها عيب الكريمه ديال الحليب وسكر فاني ونشا، راه كتجي زوينه. انا بغيت كان نصايبها بالبرتقال ونصايب معها حتى الكريمه ديال البرتقال.
كنتمنى هذه الحلوه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.